ازاي تكون متمكن، ازاي تكون متمكن، ازاي تكون متمكن. وقعت الشاطر ب1000. خلصنا وشطبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. والنهارده هنتكلم عن التمكين. ازاي تكون متمكن، ازاي تكون متمكن، ازاي تكون متمكن. ليه انا بكرر الكلام؟ عشان التكرار بيعلم الشطار، وانت شاطر وانا شاطر وكلنا شطار. وقعت الشاطر ب1000، فخلي بالك ما تقعش، ولو وقعت قوم. انت كده كده لازم تقع، هي كده كده الحياة، هي كده كده هي دي الحياة. لازم تقع، لازم تقع وتقوم. فحاول على قد ما تقدر انك لما تقع ما تستمرش كتير في وقعتك، ما تستمرش كتير في القعدة على الارض، ما تستمرش كتير في البكاء على الماضي، ما تستمرش كتير في الزعل، ما تستمرش كتير في الندم، ما تستمرش كتير في الحزن، ما تستمرش كتير في الهم، ما تستمرش كتير في الغم، ما تستمرش كتير في الافكار السوداوية، ما تستمرش كتير في الافكار السلبية. وابعد عن الناس السلبية. اول مرحلة من مراحل التمكين انك تنعزل عن الناس. حتى لو انت عايش وسط الناس فلازم تنعزل عنهم. يعني ايه تنعزل عن الناس؟ يعني انت تبعد عن الناس بقلبك وروحك وذهنك ودماغك ومخك وراسك وافعالك وتصرفاتك ودنيتك وحياتك وشغلك وعملك ودراستك ومذاكرتك وعلمك وعملك. كل حاجة تكون بعيد عن الناس. ليه تكون بعيد عن الناس؟ عشان انت مش هتاخد من الناس غير 3 حاجات وبس. اول حاجة وهي قلة الادب، تاني حاجة قلة القيمة، تالت حاجة قلة الاصل، زائد 3 حاجات تانيين: وجع الدماغ وتعب القلب ومرض الجسم. فهتتسوح ذهنيا، هتتسوح روحانيا، هتتسوح دماغيا، هتتسوح جسديا، هتتسوح جسميا، هتتسوح معنويا، هتتسوح ماديا. ودي اسوأ تسويحة. طبعا التسويحة المعنوية بتكون اسوأ من التسويحة المادية، بس احنا في زمن القرش صعب. القرش صعب ان هو يجي، القرش صعب ان هو يجي وسهل ان هو يتصرف. فركز في الحاجتين دول. ركز في ان انت تبعد عن الناس، وركز في ان انت تقع وتقوم. عادي لو فشلت، عادي لو خسرت، عادي لو وقعت، عادي لو عادي لو حصل لك اي حاجة. اي حاجة بتحصل لك دي بتحصل لك عشان سبب. انت لو ما اتعلمتش من خسارتك، ما اتعلمتش من بهدلتك، ما اتعلمتش من معاناتك، ما اتعلمتش من ألمك، ما اتعلمتش من وجعك، فهتبقى بني آدم مش بني آدم. انت كده هتكون حمار. انت مش راضي تتعلم، مش راضي تشتغل. فحاول على قد ما تقدر تقع وتقوم، وتقوم وتقع، لان هي دي الحياة. وتحية لمسار اجباري على الاغنية بتاعتهم تقع وتقوم وتقوم وتقع. وبس كده خلصنا الحلقة. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة، فعل الجرس، لايك وكومنت وشير، وتابعنا على الانستجرام، وتابعنا على التيك توك. وبس كده خلصنا الحلقة. شكرا جزيلا ليكم على حسن الاستماع والمشاهدة، واستنوني في يوم جديد وحلقة جديدة من عمدة المتمكن. كان معكم محمد عماد الدين عمدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا اقول لك سلام. خلصنا وشطبنا.